بنص كيلو لحمه مفرومه هنعمل احلى كفته بانيه بطريقه سهله وبسيطه، مش قادره اقولك حلوه ازاي. نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها، منورين الدنيا دايما يا حبايبي. يلا نبدا وصفتنا النهارده، وصفه جميله وسهله وبسيطه. اول حاجه هنجيب معانا نص كيلو لحمه مفرومه فيها نسبه دهون بسيطه، يعني حوالي 20% نسبه دهون او اقل كمان، بس كده. وهنكون محضرين معانا هنجيب معانا ايه، بصلايه مبشوره عادي، دي مش هتصفي ميتها ولا حاجه، مش زي كفته الحاتي، لا عادي بالميه بتاعتها. معلقتين بقسماط ناعم، ربع كوبايه لبن، وهنروح ضايفين كمان بضايه. وبعد كده هنحط بقى التوابل بتاعتنا عباره عن ايه، هي سهله وبسيطه بس مش قادره اقولك هتخلي ريحه البيت كله تحفه. معلقتين ملح صغيرين، معلقه فلفل اسود، هنحط معلقه بهارات كفته، وهتروحي حاطه معلقه نص يعني او ربع كمان معلقه قرفه عشان القرفه بتبقى حاميه شويه، وهنحط نص معلقه بيكنج باودر. طبعا كل دي معالق صغيره. وبعد كده هنروح مقلبين الخليط كويس جدا جدا زي ما هتشوفي معايا مع بعض. وفي خطوه تانية انا نسيتها معلش، هتجيبي معلقتين بقدونس مفرومين خالص، بتاخدي اللي هو الورق بتاعها بس وتفرميه كويس، العيدان لا، عشان ما تبقاش ناشفه معاكي في الكفته، وتروحي مقلبه كويس كويس جدا جدا. طبعا انا هنا الكلافز كان مخليني مش عارفه اقلب اصلا خالص، فبصراحه بقى رحت ايه، خلعت الكلافز وقلبت كويس عشان الكفته بتحب تتقلب كويس. طول ما احنا غاسلين ايدنا، طبعا احنا في المطبخ على طول ايدينا في الميه وبنغسل ايدنا على طول، فخلاص مش مشكله بقى ايه الكلافز والكلام ده كله بقى بصراحه. بس قلبيها كويس كويس قوي قوي لغايه ما تلاقيها معاكي زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. بصي تماسكت كويس، يعني بقت ده يعني ايه. بس كده هتكوني جايبه معاكي، حضري كيس تلاجة، ما تحاوليش تحطيها في طبق على طول او في العلبه، دي احسن حاجه فيها، بتتخزن في الفريزر وقت ما تحتاجي تطلعي منها. هي جميله جدا كمان على فكره للمدارس، لو عندك اولاد وبيروحوا المدرسه ممكن تعمليها لهم سندوتشات وتبقى حلوه وتغيير معاهم طبعا ايه في السندوتشات في المدرسه. هنجيب كيس تلاجة ونفتحه ونحطه في الطبق او في العلبه اللي احنا هنخزنها فيهم. وزي ما انتي بتشوفي كده بتمسكيها بايدك كويس وتبططيها، وما تحاوليش تعمليها سميكه قوي عشان طبعا ما تستويش من بره وتفضل نيه من جوه، او تعمليها صغيره جامد تتحرق منك على النار. لا هي كمان اصلا ما بتاخدش سوا، هي اكله سهله وبسيطه جدا وطعمها عايزه اقولك والله تحفه. بس بين كل رق ورق، يعني انت هتحطي عادي كفته فوقيها تاني، بس تحطي كيس بينها او بينهم بعض، وتروحي حاطه بقى من فوق تاني الكفته بس، وتخزنيها في الفريزر وقت ما تحتاجي تطلعي منها هتحمري على قد الاحتياج بتاعك. هنا بقى ايه، انا دلوقتي هبدا ايه احمر منها عشان اوريكي بيبقى شكلها عامل ازاي في وقت التحمير. هتجيبي طاسه صينيه المتاح عندك تحطي فيه زيت، وما تسخنيش الزيت بزياده قوي قوي، بس يعني ايه وسط، تخليه وسط، وتروحي نازله عليه بالكفته. الكفته ما بتاخدش دقيقتين على النار على الوشين كمان، هي كده بتبقى كريسبي من بره وبتبقى من جوه جوسي وجميله جدا ما شاء الله. بس كده انا بحمرها، يا دوبك تحسي ليها اتشمعت وخلاص هتتشال معاكي، تروحي قلبها على طول. ما تحاوليش برضو تقلبي فيها وهي لسه نيه عشان ما تنزلش الميه من جواها وتنشف معاكي زي ما انت شايفه معايا كده. بس كده ايه، كده انا بقلبها، وتروحي رافعاها على مناديل مطبخ، وتجرنشيها مثلا بقى عندك فلفل الوان، مثلا عندك بطاطس محمره اللي انت تحبيه، تاكليها جنب مكرونه، تاكليها بعيش، تعمليها سندوتشات اللي يريحك. بصي شوفي من جوه عامله ازاي لما تيجي تقطعيها، ما شاء الله من بره كريسبي وجميله جدا، ومش عايزه اقولك ريحتها عامله ازاي كمان، ومن جوه بتبقى طريه وجوسي وجميله، واللبن بيخلي لها طعم حلو جدا. بس كده النهارده احنا خلصنا وصفتنا، كانت وصفه سهله وبسيطه، وان شاء الله اشوفكم وصفه جديده مع اسماء سليم. بس ما تنسوش اللايك ولا الشير، لو اول مره تشوفوني في القناه فعلوا الجرس عشان اوصل لكم كل جديد.